السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والبدء بأهم العناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. إريتريا تشارك في المؤتمر الدولي 41 للطيران المدني. تطور تربية المواشي في أغردات. سول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ بلاستية باتجاه البحر. وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدعمون الطاقة خطة بقيمة 20 مليارا. تحالف أوبك بلاس قد يخفض إنتاجه النفطي في اجتماعه الأول في فيينا. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي جريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطنان من قشات ودكم حارة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,175، شفي منهم 10,667، وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 5 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 5 أكتوبر العام 2022. تشارك إريتريا في المؤتمر الدولي 41 للطيران المدني المنتظم في مونتريال الكندية في الفترة من 27 من سبتمبر وحتى 7 من أكتوبر. ويشارك في هذا المنتدى الذي يقام كل 3 أعوام المدير العام لقسم الطيران المدني السيد باولوس كحساي، وقنصل إريتريا في كندا السيد سامي العقبو. وقال السيد باولوس أن تأمين السلامة وضمان الأمن أمران لا يختلفان، وأن الطيران الإريتري ومنذ تخطيطه في مارس عام 2000 لم يشهد أي حوادث تذكر. وقد أكدت إريتريا أمنها وسلامتها في المجال الجوي جيدا. وذكر السيد باولوس نشر العديد من العدائيات والمعلومات التشويهية ضد إريتريا، داعيا الطيران المدني للوقوف ضد هذه العدائيات والمعلومات المغلوطة. ودعا أيضا منظمة الطيران الدولي للحد من المواضيع المسيئة بسمعتها، ذاكرا الدول التي تخالف السيادة والوحدة بقطاع الطيران. وأوضح بأن إريتريا شيدت في مدينة مصوع الساحلية بقدراتها الذاتية مطارا دولي يفي بكل المقاييس الدولية وبما يتماشى مع مبادئ ورؤى واستراتيجياتها الرامية إلى تطوير اقتصادي اجتماعي منسق. كما أن مطار أسمر الدولي ظل يقدم خدمات جيدة بتطوير أجهزته وبنيته التحتية، مشيرا إلى أن كلية الطيران الإريترية تساهم بفعالية تطوير القدرات المهنية، ملبية كل ما تطلبه المنظمات الدولية والكفاءات العالمية. وفي النقاش المقدم حول الحد من التغيير المناخي والغاز المتبخر من الطائرات، توصل المؤتمرون إلى تفاهم تطبيق المقترح، وأن تفعيله ليس صعبا، بل يفيد الدول المتقدمة أكثر من الدول الأخرى بتخفيض نسبة الغاز إلى الصفر في عام 2050. في غضون ذلك أجرى وفد إريتريا لقاءات مع المدير العام للمنظمة الدولية والشركاء الآخرين بهدف إزالة المشاكل التي كانت تواجههم ورفع نماء الطيران الإريتري. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية أغردة تحقيق نتائج مرضية في تربية المواشي، بعد أن كان عمل المزارعين مقتصرا على تنمية الخضروات والفواكه. وأوضح خبير الثروة الحيوانية السيد عثمان محمود أن أنشطة تربية الأبقار والألبان واللحوم المختارة التي بدأت بعدد محدود من منومي البساتين توسع لفوائده. من جهة أخرى عقدت إدارة مديرية فورتوساوا اجتماعا في 3 من أكتوبر بمشاركة إدارات الضواحي وممثلي الشعب والمكاتب الحكومية للدفع ببرامج التنمية. ودعا مدير المديرية السيد أبو بكر محمود إدارات الضواحي للعمل الجاد لتقوية برامج التصدي والتحصيل الضريبي للمواشي والزراعة المطرية.
بحث مكتب التعليم في مديرية جلوج تقوية كفاءة طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وأسباب مقاطعة الطلاب للتعليم. ودعا مسؤول المكتب الأستاذ عبد الله محمود لتضافر الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتقليل النواقص والمصاعب. وذكر وجود 25 مدرسة ابتدائية و14 مدرسة متوسطة و3 مدارس ثانوية، بالإضافة إلى 15 نقاط عريات و16 لمحو الأمية، مشيرا إلى تدني النتائج رغم التوسع التعليمي خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. من جانبه أكد مدير مديرية جلوج السيد سيزر ميكيل على تعاون إدارة المديرية في جهود تحقيق الكفاءة التعليمية، ودعا الاجتماع لتعزيز العلاقة الثلاثية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وتشجيع المعلمين النموذجيين ومكافحة زواج القاصرات والدفع بتجميع القرى. تنتظم إقليم شمال البحر الأحمر أنشطة توعية في أوساط الشعب لمكافحة العادات الضارة خاصة ختان الإناث. وأوضح مسؤول الإنجاب الصحي في مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد موسى نور حسين إن العادات الضارة المتداولة نتيجة نقص المعرفة تحدث الأضرار على المرأة، وتجرى أنشطة موسعة في كافة مناطق الإقليم وخاصة في الريف النائي لمكافحتها. وذكر أن اللجان المقامة لرعاية الأمومة في مديريات نقفة وفعبت والشعب وقندع وقلعلو ومصوع تقوم بمساهمات جيدة، ونتجت عنها ازدياد عدد متابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية والولادة في المؤسسات الصحية. وشدد على أهمية دور إدارة الضواحي إلى جانب أنشطة لجان رعاية الأمومة والطفولة، وعرف عن ثقته لزوال ظواهر العادات الضارة غريبا لتنامي الوعي المجتمعي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 4 صواريخ أرض باتجاه بحر الشرق بحر اليابان، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بلاستيا حلق فوق اليابان في سابقة منذ 5 سنوات. وأطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا صاروخا بلاستيا متوسط المدى لمسافة أبعد من أي وقت سابق، إذ حلق فوق اليابان لأول مرة منذ 5 سنوات، ودفع السلطات هناك لأمر السكان بالاحتماء. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات صاروخية خاصة بها. وجاء في بيان أن كل جانب أطلق زوجا من صواريخ التاكاماس البلاستية القصيرة المدى الأمريكية الصنع. وأكد الجيش على نحو منفصل أن صاروخ هينمو 2 الكوري الجنوبي سقط بعد قليل من إطلاقه وتحطم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات. توصل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقتضي بتأمين نحو 20 مليار يورو لتمويل مرحلة انتقالية تهدف إلى التخلي نهائيا عن مصادر الطاقة الروسية. والمقترح الذي تم التوافق عليه في اللوكسمبورغ سيناقش في البرلمان الأوروبي لاحقا من أجل المصادقة عليه. واتفاق الثلاثاء يأتي في إطار خطة أوروبية أشمل يقدر رأس مالها ب300 مليار يورو كانت المفوضية الأوروبية عرضتها في مايو الماضي، ويمكن اختصارها بتسريع المرحلة الانتقالية للوصول إلى الحياد الكربوني. وقال وزير مالية جمهورية التشيك التي تترأس الاتحاد ل6 أشهر أن الاتفاق من شأنه أن يعزز استقلالية أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية. تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها في إطار تحالف أوبكس بلاس التي تعود إلى فيينا لعقد أول اجتماع حضوري لها منذ مارس 2020 إلى الاحتفال بهذه المناسبة، وعلى جدول أعمالها خفض كبير في حصص الإنتاج لدعم سوق مترنحة.
وتجتمع الدول 13 الأعضاء في أوبك بقيادة السعودية وشركائها 10 بقيادة روسيا في مقر المنظمة بعد غياب طال أشهر جرت خلاله اللقاءات عبر الفيديو. وفي حال تحقق ذلك سيكون ذلك أكبر خفض منذ التخفيضات التاريخية التي شملت نحو 10 ملايين برميل في ربيع 2020 قبل انهيار الطلب المرتبط بوباء كوفيد 19. أعلنت شركة تويتر تقديم الملياردير إيلون ماسك عرضا لإنهاء صفقة شرائها بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولار للسهم. وأشارت تويتر إلى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة. وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوة ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع عليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأفادت التقارير بأن ماسك عرض المضي قدما في صفقة الاستحواذ على موقع تويتر بالسعر الأصلي المتفق عليه قبل أسابيع فقط من افتتاح جلسات المحاكمة في دعوى تويتر ضده لمحاولته الانسحاب من الصفقة. وقفزت أسهم تويتر ب 12.7% إلى 47.93 دولار قبل وقف التداول للمرة الثانية، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا شركة السيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك بنحو 1.5%. وكان ماسك قد بدأ بالتراجع بعد فترة وجيزة من توقيعه الاتفاق، إذ قال في رسالة في يوليو أنه يعتزم إلغاء الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضتها تويتر. عناوين الأخبار مجددا: إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. إريتريا تشارك في المؤتمر الدولي 41 للطيران المدني. تطور تربية المواشي في أقردات. سول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ بالبالستية باتجاه البحر. وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدعمون الطاقة بخطة بقيمة 20 مليارا. تحالف أوبك بلاس قد يخفض إنتاجه النفطي في اجتماعه الأول في فيينا. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.